قبل ما نبدأ انا عايزك تعرف ان ده الجزء التاني من حكاية تندو. لو ما شفتش الجزء الاول هسيب لك رابط الفيديو في الوصف، وما تنساش كمان اللايك والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتش عشان يوصلك كل جديد. وكمان ما تنساش الصلاة على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا نبدأ. بيبدأ الجزء التاني بتندو اللي بيكون قاعد في الشغل واللي بيكون باين عليه انه مطحون، وبنسمع صوت رئيس القسم واللي بيكون بيزعق مع الموظفين. وفجأة بنلاقي تندو بيصحى من النوم وبيكون مفزوع وبيتهسس في رئيس القسم، وبيلاقي نفسه في البيت بتاعه واللي بيكون مزبلة حرفيا. رسالة إلى صديقي تندو: يا أخي حرام عليك نضف البيت بقى بيشتكي من قلة النظافة يا أخي. وبكده بتكون خلصت الرسالة. نرجع تاني، ومع تفكيره في انه مش هيشتغل بيطلع البلكونه وبيقول بصوت عالي صباح الخير، وبيكون بيقول كده للزومبي اللي واقفين تحت البيت. وبعدها بيقول انا لازم استمتع بحياتي عشان انا ما عنديش شغل. وبعدها بنلاقي كيس الزباله بتترمي في كل مكان، وبنعرف ان تندو لبى نداء الاستغاثه وبدأ في تنظيف البيت. وبنشوفه بعد ما انتهى من تنظيف البيت وبيكون سعيد جدا. يا اخي والله انا اللي سعيد اكتر منك. المهم بعدها بنشوفه راح يجيب مشروب من التلاجة عشان يحتفل بانه نضف البيت، ولما بيشرب منه اول شويه بيقول لنفسه المشروب ده جامد جدا، وبيكون فرحان من حلاوه الطعم. وفي الوقت ده بتكون الاخبار بتتعرض على التلفزيون، وبيكون الدمار انتشر في المدينه، وده بسبب الزومبي اللي بيكونوا على بعد خطوه من انهاء حياه عمال الاخبار. وبنشوف المذيعه لسه بتتكلم وبتقول كانت معكم سعديه سعيد من نشره الاخبار. وفجأة بنلاقي الزومبي بينقض عليها والنشرة بتنقطع، وبنشوف تندو اللي بقى حاسس ببعض الخطورة، بس بعدها بيقول انه هيستمتع بحياته وهيفضل في الشقة النهاردة. بس ده مش هيحصل، لانه لما بيروح يجيب مشروب السعادة بتاعه بيتفاجئ انه خلص، وبنلاقيه اتصدم صدمة ما اتصدمهاش قبل كده. وبعدها بيقرر يروح يجيب مشروب السعادة بتاعه من السوبر ماركت. وبنشوف في الوقت ده راجل ومراته محاصرين من الزومبي وبيكونوا مرعوبين جدا. ولما بيطلع البلكونه بيلاقي حرام البط تندو، وبيكونوا هما الاتنين واقفين ساكتين للحظه، وبعدها بيبداوا هما الاتنين في الصراخ، وبتيجي مرات الراجل تصرخ معاهم. بس بعدها بيقول لهم تندو ان ده امن مكان ينزل منه عشان الزومبي، وبيقول لهم ان هو رايح السوبر ماركت عشان يشتري شويه حاجات، وبيقول لهم لو عايزين حاجه هجيبها لكم معايا. فبتقول له البنت على ورق الحمام. وبعدها بنشوف تندو اللي بيتحرك بالعجله بتاعته والزومبي كلهم وراه، ولكن بيوصل تندو للسوبر ماركت، وبنشوف ان في على جانب السوبر ماركت كاميرا مراقبه، وبتكون بتصور تندو وهو داخل السوبر ماركت. وبيدخل تندو المتجر، ولما بيكون بيتمشى في السوبر ماركت بيلاقي بنت من البشر بتكون بتشرب ميه وبتجمع بعض اللوازم للبقاء على قيد الحياه. وبيكون تندو محرج لانه بيكون مفكرها سمعته لما كان بيغني وهو داخل، فبيعمل تندو نفسه عبيط وبيرحب بيها، وبيدخل يجيب اللي هو عايزه في احراج. ولما بيكون جنبها بيقول لها ما تجيب رقمك عشا. وبنشوف انها بتطلع تليفونها وبتقول له انا مش عايزه اتعرف على واحد مش مهتم بعواقب افعاله، وانه مش مدرك الخطر اللي هم فيه. فبتقول له انا اسفه مش عايزه اقلل فرصي في النجاه، عشان كده انا مش هدي لك رقمي. وفجاه بنلاقي الزومبي اقتحموا المكان، وبنلاقي تندو بيحاول يحمل، لكن البنت بتشده بسرعه لانه بيكون في عربيه هتخبطهم. وبعدها بتسيبوا البنت وبتمشي، وبنشوف ان عجله تندو اتدمرت. وفي الوقت ده بيقول تندو لنفسه انا لازم احلل كل المخاطر، وان الحاجات اللي كنت بشوفها بتحصل في افلام الزومبي بتحصل دلوقتي. وساعتها بيلاقي موتوسيكل صغير على الارض، ولما بيكون ماشي بيقول انا ممكن اخد حاجه تانية اجمد عشان اركبها. وبالفعل بيلاقي موتوسيكل جامد من الاخر. وبعدها بيوصل للبيت وبيطلع على الماسوره بينادي على الجيران، لكنه بيتصدم لان الشقه بتاعتهم بتكون متدمره والدم في كل مكان. من الواضح انهم تم القضاء عليهم من قبل الزومبي. بيرجع للبيت وبيفضل يشرب وبيقول لنفسه انا ممكن اموت النهارده او بعد 60 سنه، وفي جميع الاحوال الوقت ده مش هيكون كفايه عشان احقق اللي انا عايزه. الحياه فعلا قصيره جدا. وساعتها بيفتح الكراسه بتاعته وبيكتب اول حاجه لازم اعترف بحبي للبنت اللي بحبها، وفعلا هو عمل كده. وبيفضل يكتب في كل حاجه نفسه يعملها. وتاني يوم بنروح للبنت اللي تندو قابلها في السوبر ماركت، وبيكون في بس شغال على التلفزيون. ايوه يا جماعه هي دي سعديه سعيد بتاعت ايوه يا جماعه هي دي سعديه سعيد، واللي بتقول محدش ينزل من بيته عشان الزومبي. فعلا معلومه مفيده. المهم البنت بتكون بتلعب رياضه عشان تحافظ على سلامها النفسي، وبتكون كمان بتحلل الزومبي لنوعين، نوع سريع ونوع بطيء. والزومبي السريع ده هو الاكثر خطوره، وبتقول لو عرفت النوعين دولت اول ما تشوفهم ففرصه نجاتها هتزيد جدا. وبعدها بتقرر تجمع بعض الطعام قبل ازدياد اعداد الزومبي، وبتكون محدده الاماكن اللي فيها زومبي كتير. وبنعرف ان ده اليوم اللي قابلت فيه تندو، وبتكون مستغربه ازاي واحد بالغباء ده عايش لحد دلوقتي. وساعتها بنشوف العربيه اللي جايه في الطريق والزومبي اللي داخلين من الباب. ولما رجعت البيت امنت على كل حاجه في البيت، وبعدها بتكون مستغربه وبتقول لنفسها ازاي مشروب زي ده يخلي واحد فرحان بالشكل ده في الظروف اللي هم فيها. وبنعرف ان هي كمان بتكون كاتبه قايمه زي بتاعه تندو، بس الفرق ان هي مش عايزه تكون زومبي. وبعدها بنشوف بنت صغيره واللي بتكون قاعده في ملجأ، وصاحب الملجأ بيحاول يطمنها ان الزومبي مش هيدخلوا هنا. وبيجيله واحد من الموظفين وبيقول له هم رجعوا تاني. ساعتها بيقوم هو والناس اللي معاه وبياخدوا ازاز قابله للاشتعال والعصيان بتاعتهم،
وبيكونوا بيحموا الملجأ بأرواحهم، وبيرموا الازاز على الزومبي وبيولعوا في المكان كله، بس مش بيحصل حاجه، مفيش حاجه قادره عليهم. وبيكون في واحد منهم بيتحول لزومبي، والزومبي والرجاله بيهجموا على بعض. وفي الوقت ده بنشوف تندو واللي بيكون راكب الموتوسيكل بتاعه بيلف في المدينه، وبيكون بقاله مده ما جاش هنا والمكان بيكون زحمه جدا. وساعتها بنرجع كده فلاش باك كام ساعه ورا في البيت عند تندو، وبنشوف ان دقنه طويله، فبيقرر يجيب قلم ويرسم دقنه، ولكن في الاخر بيقرر يحلقها. وساعتها بياخد باله ان تليفونه رجع يشتغل والنت كمان يشتغل، وبيكون في ال3 سنين اللي فاتوا كان شغال وما كانش فاضل اي حاجه، وبيتمرن شويه. وبعدها بيقول ان هو بيقدر يستخدم النت عشان ما عادش حد بيستخدم الشبكه كتير زي الاول. ولما بيكون بيبص في التليفون بيشوف اسم صاحبه كينشو، وبيقول انه مستحيل واحد زي كينشو يموت بالسهوله دي. وبنشوف كينشو واللي بيكون محاصر من الزومبي، بتكون اخر شويه ميه في الازازه خلصوا، وبيكون محبوس في الاوضه مع الزومبي دي، وبيكون على وشك انه يغمى عليه، ولكنه بيفتكر تندو، وبيكون بيسال نفسه انا ايه اللي خلاني افكر فيه دلوقتي. وبنعرف ان هما كانوا اصحاب جدا في الجامعه، وفجاه بيرن التليفون بتاعه. ايوه ده تندو اللي بيرن عليه، وبيقول له تندو احنا بقالنا كتير ما تقابلناش. فبيرد عليه كينشو بتاعه وبيقول له انت مالك متحمس كده ليه؟ فبيقول له انا هحكي لك لما نتقابل. فبيساله عن عنوانه، فبيقول له كينشو ان في شينجو كاف. فبيقول له تندو انا جالك. فبيقول له كينشو ان المكان مليان زومبي. فبيقول له تندو انا هتصرف. وبنشوف تندو اللي بيكون ماشي في الطريق رايح له، وساعتها بنعرف ان هما كانوا اصحاب في الجامعه لمده 4 سنين، وبيقولوا ان هو كان اقرب واحد ليه، وبيقولوا ان كينشو اشتغل في العقارات بعد الجامعه، وكان الشغل بتاعه سهل جدا بسبب موهبته في الكلام. واخر مره سهرنا فيها سوا كنت انا مسحول في الشغل ومش قادر اتحرك، وهو عايش حياته على الاخر، وكان عنده حبيبه جديده، وكان بينصح تندو ان هو يسيب الشغل لانهم بيستغلوه، ولكن تندو مش عاوز يسيب الشغل بتاعه. وفي الوقت ده بنشوف صاحب الملجأ واللي كان بيعاني لانه كان محاصر بعدد كبير من الزومبي، والفرقه بتاعته اتحولت كلها لزومبي، وكان بيقول ساعتها ان دي هي النهايه. ولكن فجاه بنسمع صوت عالي جدا، الزومبي اول ما بيسمعوه بيسيبوا الراجل وبيمشوا، وبنعرف ان الصوت ده طالع من عربيه في الشارع، وبيكون الزومبي اللي في المكان كلهم بيتجمعوا عند العربيه، وبنعرف ان تندو هو اللي عمل كل ده. وبعدها بيدخل المبنى وكينشو مش بيلاقي اي زومبي، وساعتها بيوصل له تندو وبيقول له تندو انت كان معاك حق، انا كان لازم اسيب الشغل الاستغلالي ده، انا اسف عشان ما سمعتش نصيحتك. فبيقول له كينشو انت جيت كل المسافه دي عشان تقول لي الكلام ده، ولكن قبل ما بيكمل كلامه بيتفاجئوا بالزومبي اللي رجعوا من تاني، وساعتها بيقرروا يطلعوا على سطح المبنى، ولكن الزومبي وراهم مش هيسيبهم ابدا. فبيجيبوا كل المكيفات اللي على السطح وبيحطوها ورا الباب، وبعدها كينشو بيصرخ من القلق وبيقول لتندو هنعمل ايه، بس تندو بيرد عليه رد صادم وبيقول له هننط من على المبنى. كينشو بيقول له انت اتجننت، مستحيل ننط المسافه دي كلها، لكن تندو بيقول له مش هنعرف اذا كان مستحيل ولا لا من غير ما نجرب. وبينطلق تندو باقصى سرعه، وفعلا بيقدر يوصل للمبنى التاني، وبيقول له انا وصلت، لكن كينشو بيقول له انا مش هقدر اعمل كده، وبيقول لي تندو انا عارف انك جيت عشان تنقذني لكن انا مش قادر، وقبل ما اموت انا عايز اقول لك على حاجه، انا في الحقيقه عمري ما كنت مستمتع بالشغل بتاعي، كان لازم اضحك في وش الناس واكذب عليهم كمان عشان اقنعهم بعقود الايجار السيئه، انا اسف يا تندو. لكن تندو بيقول له ما تزعلش، انت دايما كنت بتخلينا مبسوطين. فبيقول له كينشو على حلمه هو انه يشتغل ممثل كوميدي عشان يفرح الناس، ولكن تندو بيقول له سيبك من كل ده دلوقتي، تقدر تعملها. وبنلاقي الزومبي تمكنوا من الدخول للسطح، وساعتها تندو بيقول له لازم تثق فيا، لو كنت عايز تبقى كوميدي اثبت لي ده بانك تنط المسافه دي كلها بشكل كوميدي. وساعتها بيتحمس كينشو، وقبل ما الزومبي يمسكوه بينط من فوق السطح، ولما كان بينط حرفيا شلح كل هدومه بقى سلبوته طايره في السماء، وده بيخلي تندو ينفجر من الضحك. وبما انك وصلت لحد هنا عزيزي المشاهد ومستمتع بالفيديو، فده معناه ان انا مروق عليك، فما تنساش تروق عليا باللايك والاشتراك في القناه عشان تنضم لجيش العناكب، وما تنساش تقول لي رايك في الفيديو في تعليق. وبس كده، وبنرجع لكينشو واللي بيكون متشعلق في المبنى وبيقول يعني هي دي نهايتي، تندو امسكني يا ابن المتخلفه. وفعلا في اخر لحظه تندو بيقدر يمسكه ويطلعه، وبعدها بيقرروا يحتفلوا مع بعض، وتاني يوم بنشوفهم وهم عاملين مخيم على السطح، ودي كانت من ضمن الحاجات اللي تندو كان نفسه يعملها. وساعتها بيبدا في الاكل، بس بيقول الاكل ده جامد جدا، فبيقول لكينشو انت بتعرف تعمل كل حاجه عشان كده الكل بيحبك. لكن كينشو بيقول له انت مستغرب كده ليه يا ابني، اي راجل المفروض يتعلم الطبخ، وبيقول له اكيد ده سبب من اسباب عدم حصولك على حبيبه. فبيتعصب تندو عليه وبيقول له اكيد في اقرب وقت هيكون عندي حبيبه. فبيقول له كينشو عندهم ماكله ده كل الستات اتحولت لزومبي، وتندو بيكون مش طايق نفسه. وبعدها بنشوف كينشو هو بيقول له انت عملت قائمه ب 100 حاجه لازم تعملها قبل ما تبقى زومبي، وكمان كاتب من ضمن الحاجات ديت انك عايز تتعشى مع مضيف الطيران. فبيقول له تندو من بعد ما سبت الشغل وانا مقرر اعمل كل حاجه نفسي فيها. فبيقول له كينشو انت القائمه بتاعتك ما فيهاش 100 حاجه،
فبيقول له كنشو انا ممكن اكتب الحاجات اللي عايز اعملها برضه في نفس القائمه بتاعتك، لكن تندو ساعتها بيقول له لا الناس كده هتفكر ان عايز ابقى زيك. فبيقول له كنشو مفيش مشكله، خليني اكتب الحاجات اللي عايز اعملها معاك في القائمه. وبيقول له عشان انت انقذتني انا هكون صاحبك في الرحله بتاعتك. فبيقول له تندو قشطه يابا 100 100، يلا بينا نروح السوبر ماركت عايز اجيب تلفزيون كبير. وساعتها بيركبوا الموتوسيكل، ولما كانوا ماشيين بيسال تندو كنشو وبيقول له انت عايز تكون ممثل كوميدي ليه؟ فبيقول له كنشو انا بحب اتفرج على العروض الكوميديه اكتر من اي حاجه تانية من وانا صغير، كمان ده حلمي الوحيد. فبيقول تندو لنفسه طالما ده حلمه الوحيد انا حلمي ايه؟ وبيقطع تفكيره الطريق المسدود من اتجاه وعربيه مليانه بنزين واللي سايقها واحد من الزومبي. كنشو بيقول لتندو هنعمل ايه، لكن تندو بيفتكر البنت وكل اللي حصل في السوبر ماركت. وساعتها تندو بيتجنن وبيروح في اتجاه العربيه بسرعه كبيره جدا وبيطير من فوقها، وساعتها بتنفجر العربيه وبينزلوا تحت الارض. وفجاه بيلاقوا زومبي تحت الارض كمان. فبيقول له تندو في محل مقفول هناك لو قدرنا نوصل ساعتها هنلاقي التلفزيون اللي نفسي فيه. الله يخرب بيتك انت كل اللي همك وسط المعمعه دي التلفزيون. بس في اخر لحظه وقبل ما يتمسكوا من الزومبي بيقدروا يدخلوا المحل، ولكن بيلاقوا الناس مستخبيين من الزومبي وبيكونوا مفكرينهم زومبي في الاول، ولكن بيعرفوا ان هم ناجين من الزومبي، ولكن الناجين بيكونوا مرعوبين لان الزومبي محصرهم من كل اتجاه. لكن كنشو بيهدوهم وبيقول لهم المكان مليان اكل وهنقدر نعيش كام يوم. وبعدها بيجمعوا اكل وبيقعدوا مع بعض وبيكونوا 3 بنات و3 شباب. وبيكون تندو كل همه ان هو يحقق حاجه من القائمه بتاعته واللي هو العشاء اللي كان نفسه فيه. فبعدها بيبداوا البنات في الكلام وبنعرف ان هم مضيفين طيران. وساعتها بنشوف ان الزومبي بيكسروا في الباب عشان يدخلوا، وبنشوف تندو بعد تفكير طويل وبيقول انا لازم ما اضيعش الفرصه دي من ايدي. وساعتها بيروح لوحده وبيقول لها انت عندك حبيب ولا لا؟ فبتقول له تصدق انت واد بارد وما عندكش دم، ده وقته. فبيتصدم تندو ومش بيكون عارف يعمل ايه. فبعدها بيفكر في كنشو وبيقول اكيد هو هيساعدني، ولكن كنشو بيكون شاط البنت اللي جنبه وبيكون بيتكلم معاه. وساعتها تندو بيقول يا اخي ساعدني في اي حاجه، وبيقول هو ازاي عمل كده بالسهوله دي. وبيكون تندو بيتمنى يكون حلو زي كنشو او يكون بيعرف يتكلم زيه. فساعتها بيفتكر تندو الوعد اللي قاله لكنشو هو انه هيكون عنده حبيبه، وساعتها بيتشجع تندو وبيقول لازم اتعرف على واحده من مضيفات الطيران. وساعتها بيقف قدامهم وبيقول لهم انا تندو اكيرا، اشتغلت لمده 3 سنين في شركه استغلاليه ومفيش حد عنده عزيمه ورضا اكتر مني، انا هشرب الازازه دي كلها من مناخيري كمان، جيتك العرف يا تندو. فبتشوف واحده من مضيفات الطيران وبيعجبها الموضوع، فكنشو بتعجبه الفكره. ولما تندو بيخلص بيغمى عليه وكنشو بيعمل العروض الكوميديه بتاعته. وفي الاخر بيروح تندو يرجع في الحمام، وساعتها بتجيله واحده من المضيفات وبتطمن عليه. وفي الوقت ده بيكون كل واحد معاه واحده، وبيكون الراجل الغريب اللي معاهم فيه زومبي عضه من رجله. وبعدها بنشوف تندو اللي بيكون لسه في الحمام وبيكون بيفكر ان لسه فاضل له فرصه. وبعدها بنروح للراجل واللي بنعرف ان هو كان طيار، وبنشوفه واقع على الارض وبيكون باين عليه ان هو بدا يتحول. وبيكون الراجل اتحول فعلا وبيمسك البنت، واول ما بتشوفه اتحول بتصرخ صرخه كبيره جدا. كانش ساعتها بيسمعه. وفي الوقت ده تندو بيقول للبنت اللي معاها انت ليه كنت قلقان عليا كده؟ فبتقول له عشان انت كترت قوي في الشرب. وتندو بيكون مستغرب عشان هي بتكون طيبه جدا وبتقول انا كنت عايز اجاوبك على السؤال بتاعك، انا فعلا عندي حبيب وانا فقدت الاتصال بيه من زمان، لكن انا متاكده انه حي وهنلاقي بعض قريب. وتندو صدم بعد سماع الكلام ده وبيكون هاين عليه يعيط. وفي الوقت ده بيكون كنشو والبنت اللي معاه راحوا عند البنت اللي صرخت وبتكون فعلا اتحولت لزومبي بعد ما الراجل عضها. وكنشو بيتصدم اول ما بيشوفها وفجاه بتهجم عليهم لكنه بيتفاداها وبتعض البنت اللي كانت معاه، وبتهجم عليه تاني لكنه بيضربها ضربه قويه جدا وبيكون فاكر انه قتلها. وساعتها بيروح بينا المشهد عند تندو والبنت اللي معاه على السلم وبتقول له انت اشتغلت في شركه استغلاليه لمده 3 سنين مش كده؟ انا كمان دي السنه الثالثه ليا في الشغل، عشان كده انا فاهمه وحاسه كل حاجه انت بتقولها. الشغل ده بيتطلب جهد جسدي ونفسي كبير جدا، ولكن انا فضلت شغاله علشان كنت فاكره ان حياه المسافرين بتعتمد علينا. ومن كام يوم راجل عجوز اتعصب علينا عشان طيارته اتاخرت، وده ضايقني جدا وبدات اشك في الشغل بتاعنا. وفي النهايه ده كان غلطي، انا فكرت ان ده حلمي. فتندو بيقول لها في حالتي انا كنت بدور على اي شغل، كنت بتمنى اني اشتغل في شركه انتاج لان ده كان شغل كويس، لكن هما فعلا كانوا مختلفين جدا عن اللي انا تصورته ودايما استغلاليين. ولكن بعد التفكير في الموضوع الحاجات اللي كان نفسي فيها حاجات عاديه كل الناس بتعملها، ولو كان حلمك انك تكون مضيف الطيران فما يهمكيش كلام الراجل ده، كملي في الحلم بتاعك. وفي الوقت ده بيجي الراجل اللي اتحول لزومبي بيهجم على البنت كمان، وتندو بيكون شايف كل اللي بيحصل لكنه مش بيقدر يعمل حاجه. لكن تندو بيشجع وبيضربه وبيوقعه من على السلم، لكن الراجل خلاص عض البنت. وفي الوقت ده البنت بتقول لتندو اهرب من هنا بسرعه، وساعتها بتحضنه وده بيكون الوداع. وبيجي الراجل اللي اتحول لزومبي وبيهجم عليهم، ولكن البنت بتبعد تندو وبيكون ده الوداع. وبعدها تندو بيروح لكنشو بيقول له خلي بالك من البنات والراجل كلهم اتحولوا لزومبي،
وكنشو بيقول له انا جبت لك التلفزيون اللي احنا كنا عايزينه، وبعدها بيركبوا الموتوسيكل وبيرجعوا للبيت، وتندو بيفضل يلعب على الشاشه الجديده ولكن بيكتب حاجه جديده في القائمه بتاعته: لازم افتكر حلم الطفوله. وبس كده وبيكون انتهى الملخص بتاع النهارده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، وما تنساش تفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا اشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام.